محطات في حياة عبد الرحمن أبو زهرة. تزوج مرة واحدة من حب عمره ومفاجأة اختياره لأهم دور في مسيرته. ولد عبد الرحمن أبو زهرة بدمياط عام 1934. التحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج فيه عام 1958. بدأت حياته الفنية في الإذاعة، ثم قدم مسرحيات مميزة جدا في فترة الستينات على المسرح القومي، لتستمر بعد ذلك مسيرته الفنية لأكثر من 400 عمل فني، أشهرهم على الإطلاق دوره في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، دور الحاج سردينة. تزوج عبد الرحمن أبو زهرة مرة واحدة من السيدة سلوى الرفعي، وهي كاتبة ومؤلفة شهيرة، بعد أن تعرف عليها في الإذاعة في بداية الستينات، وأحبها سريعا، وتم الزواج الذي استمر لحوالي 60 عاما حتى وفاة السيدة سلوى الرفعي عام 2019. وأثمر زواجه عن ولد هو أحمد وبنتين هما سحر ومي. قال عبد الرحمن أبو زهرة أنه يعتبر دوره في مسلسل عمر بن عبد العزيز عام 1994 هو أهم عمل قدمه في مسيرته.